تعريف الادمان هو الاستهلاك القهري والمستمر لماده او سلوك على الرغم من ضرر على الشخص نفسه او الشخص التاني. ليه؟ لو ركزت في حياتك هتلاقي حاجه ما كانش اكتر من حاجه بينطبق عليها التعريف ده. في الفيديو ده هحاول اتكلم عن الاسباب اللي خلتنا تقريبا كلنا مدمنين. الكلام في الفيديو هيبقى معتمد على كتاب دوبامينيشن او امه الدوبامين لانا ليم. السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. الحقيقه ان وفره المواد الادمانيه وسهوله الوصول ليها خلى الاشخاص المعرضين للادمان اكتر بكتير، فبالتالي خلى الاشخاص اللي بيدمنوا اكتر بكتير. فانتشار مثلا الالعاب والسوشيال ميديا وسهوله الوصول ليها خلى اشخاص اكتر يدمنوا. ده غير ان السوشيال ميديا مثلا من مصلحتها ان انت تبقى مدمن عليها، لان كل ما تقعد وقت اطول على السوشيال ميديا كل ما تشوف اعلانات اكتر، وبالتالي هتحقق لهم مكاسب اكتر. دليل على ان وفره المواد الادمانيه وسهوله الوصول ليها بيؤدي الى معدلات اعلى من الادمان ان من 1920 ل 1933 كان في منع لانتاج الكحول واستيراده في امريكا. ده ادى لانخفاض حاد في عدد الناس اللي مدمنين على الكحول. كمان عدد الناس اللي بتتصاب بامراض الكبد الناتجه عن شرب الكحول قل تقريبا للنص. منع الكحول كان ليه اثار سلبيه زي السوء السوداء مثلا، بس ما كانش يقارن خالص بالاثار الايجابيه للمنع ده. ولما الكحول رجع قانوني تاني نسبه استهلاكه زادت. فمثلا في التسعينات نسبه الامريكان اللي بيشربوا كحول زادت بنسبه 50%. كمان من سنه 2002 لسنه 2013 زاد نسبه الناس المدمنين على الكحول اللي سنهم اعلى من 65 سنه بنسبه 50%. كمان زاد في الستات بنسبه 84% تقريبا. مشكله ادمان الكحول في الفئتين دول كانت نادره جدا، بس توافر الكحول وسهوله الوصول ليه خلى عندهم مشكله ادمان. المثال بتاع الكحول ده تقريبا بينطبق على حاجات كتير احنا بنستخدمها بشكل يومي، وده بيجاوب على السؤال بتاع الفيديو. وده يودينا لنقطه ثانيه، وهي ازاي بندمن اصلا. كاتبه بتقول ان الجزء في الدماغ اللي مسؤول عن السعاده هو نفسه المسؤول عن القلب، ودايما في حاله توازن ما بينهم. بمعنى ان انت لو عملت فعل ممتع زي قعدت على السوشيال ميديا مثلا، التوازن ده هيميل ناحيه المتعه، وبالتالي عشان الدماغ يرجع التوازن تاني في الم هيحصل بعد الفعل الممتع ده، زي مثلا الاكتئاب والالم. ولما بيحصل كده بترجع تستخدم الحاجه الممتعه تاني عشان تخفف الالم ده، وبالتالي بتخش في دايره الادمان. الكتاب بيتكلم ازاي تمنع ده، بس ان شاء الله هنتكلم عنه في فيديو تاني. وبس دي كانت نهايه الفيديو. لو عجبك ما تنساش تشترك من هنا. سلام عليكم.